السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذية جامعة القاهرة. والفيديو ده رقم 7 في سلسلة فيديوهات علاج مقاومة الأنسولين وما قبل السكري والسكري. في الفيديو ده هنتكلم على أو هنجاوب على سؤال واضح وصريح: أمنع النشويات أول لما أبدأ خطة العلاج؟ الإجابة لأ. وطبعا الإجابة لأ دي واضحة وصريحة من أول الفيديو. اللي جاي هيكون شرح ليه ما ينفعش تبدأ تمنع النشويات وانت لسه بادئ خطة العلاج في الأول. أول سبب بالنسبة لي مهم جدا لفكرة عدم قطع النشويات هو إن أنت لسه في مرحلة ضعف شديدة جدا. أنت شخص ما تقدرش تمنع نشويات. أنت لو منعت النشويات هتجوع جدا جدا، ومقاومة الأنسولين هتغلبك جدا، ومش هتلاقي نفسك قادر إن أنت تسيطر على نفسك في النشويات بعد ما تبدأ النظام بيومين 2. يعني أنت بعد ما تبدأ النظام بيومين 2 وأنت قاطع النشويات هتبدأ تلاقي إشارات جوع شديدة جدا، وهتضعف ومش هتقدر تكمل البرنامج كله. فقطع النشويات من أولها مش هتقدر تستحمله بغض النظر حالتك إيه ودرجة المشكلة عندك إيه. ده رقم 1. رقم 2، نفسيا صعب جدا على الشخص اللي عنده مقاومة انسولين انه يبدأ يمنع النشويات من الاول، لان الموضوع بيعمل حالة ستريس على الدماغ، بيعمل ضغط عليك بدني ونفسي شديد جدا. فهتلاقي نفسك بعد شوية قرفت وزهقت وعندك نوبات من الزهق والقرف، وان انت مش عايز تكمل النظام ده لمدة ساعتين تانيين. فهيحصل ايه؟ هيحصل ان انت هتبطل كل حاجة مرة واحدة وهتنفجر في النشويات والسكريات. رقم 3، ودي نقطة مهمة جدا، هي فكرة انه في الاول الخريطة الهرمونية بتبقى متلخبطة جدا. هرمونات الانسولين وهرمون الغدة وهرمون الكورتيزول بيبقوا داخلين في بعض داخلة سودة، بنلاقيهم مش منتظمين الثلاثة، والثلاثة معتمدين على بعض بشكل كبير خالص. الثلاثة بيشتغلوا بشكل هرمونيكال، يعني بيشتغلوا الثلاثة مع بعض، لو واحد فيهم اتأثر التاني مش هيشتغل. فيعني مش عايزين نخش بشكل معقد في الناحية الفسيولوجية، بس بشكل عام انت محتاج جزء من النشويات في الاول. دول 3 اسباب بالنسبة لي اهم اسباب، وفي اسباب تانية كتير، لكن خلينا نختصر الموضوع ببساطة ان هو بلاش تمنع نشويات، بلاش تخش الدخلة الجامدة، بلاش تخش الدخلة الشديدة دي وتلاقي نفسك لبست في الحيطة ومش قادر تسيطر على الجوع، مش قادر تسيطر على النظام نفسه. في الاول اول فترة خليك في السليم، خليك في الامان. بلاش نعمل حاجه بالعافيه، يعني بلاش ناخد موضوع عافيه ونبدا كيتو ونبدا لو كارب ونبدا نمنع نشويات خالص من النظام. هو ده مهم جدا بعدين، وهتلجأ له في فترات كبيره جدا وهتبقى محتاجه، لكن مش في الاول خالص. ده اجابه واضحه وصريحه، واللي يقول لك غير كده شخص مش واقعي. يعني يقول لك ان انت لازم تبدا بان انت لازم تقطع النشويات كلها مره واحده، ده غير واقعي، ده نظري، ده شخص نظري خالص، عايش في الاوهام وعايش ومتخيل ان الناس حياتهم وردي، واول لما يبدا النظام ويقطع النشويات ونحسن حساسيه الانسولين والامور تبقى تمام، خلاص كده الدنيا هتمشي بشكل سليم. على ارض الواقع الامر مغاير تماما. مفيش حاله بنبدا معاها ونقطع النشويات غير ونلاقيهم خلاص ما يقدرش يكمل اسبوع على بعضه في النظام ويبدا يفرهد ويبطل ويتسوح مننا. واللي جامد قوي بقى الدكر كده في الدايت مش بيقدر يكمل اكتر من شهر وبيلاقي نفسه رجع لنقطة الصفر تاني. وياما حالات جولي العيادة وبينتابع اونلاين يقول انا بقالي 3 شهور ماشي على كيتو، مشيت 3 شهور على كيتو وخسيت 15-20 كيلو. حلو، وبعدين رجعتهم تاني وزيادة. ليه؟ عشان اللي انا بقول لك عليه، عشان فكرة قطع النشويات الكامل من الاول جسمه ما عندوش قدرة على استيعابه ولا تحمله اطلاقا. اذا في الاول لازم ناخد نشويات، اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، مش العيش ولا المعجنات خالص، لازم تاخد النشويات المعقده، ولازم تبدا تنظمها في يومك كله، الصبح وفي الغداء. لازم تبدا تنظمها، ما ينفعش تاخدها بكميه كبيره في وجبه وتمنعها باقي اليوم، لا، لازم تاخدها بشكل منظم ومتوزع بشكل صحيح على مدار اليوم. ده اختصارا للموضوع. لو انت قادر تمنع نشويات ما تمنعش، يعني لو انت حاسس جالك احساس قوي كده وحماس ان انت قادر تمنع نشويات ما تمنعش، عشان برضو ده بشوفه كتير، في حماسه كبيره جدا في الاول، قادر امنع نشويات واعمل صيام متقطع، يعني اعمل لو كارب وكيتو وصيام متقطع، هعمل كله مع بعضه وزي الفل وانا كويس وجميل. لا، انت مش هتبقى كويس وجميل صدقني. وبلاش الحماسه اللي في الاول دي تاخدك وتغرك وتحسسك ان انت قادر تعمل كل حاجه وانت في الحقيقه مخدوع.
انت جسمك جسم انسان طبيعي زيك زي غيرنا، كلنا بيتاثر بنفس العوامل، وليه اخر وليه قدره ما تتخطاش. الموضوع ده انا بتكلم فيه بمنتهى الحماس، وبتكلم فيه وانا عندي نوع من انواع انا محروق شويه، لان انا بشوف ناس كتيره جدا يبدا نظام عنده حماس وعنده مشكله، عنده سكر، مقاومه انسولين، بري دايابيتك، وخاف على نفسه بقى، وان انا مش هيجي لي سكر، وانا مش بتاع الكلام ده، وانا لازم اقطع وامنع واشيل السكر واشيل 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 واعمل. حلو، بس العقل كويس. وعايز اقول لك انه الصبر مهم جدا، وفهم طبيعه جسمك مهمه جدا، وفهم قدراتك مهم جدا، وفهم طبيعه المشكله ان احنا قدامنا ما لا يقل عن 6 شهور عشان توصل لمرحله فعليا ان انت عالجت. مهمه جدا. 6 شهور من الجد والجهد والعمل والدايت والرياضه والالتزام. هيبقى في فترات في النص تراخي، مفيش مشكله، هيبقى في ايام فري باعتدال، مفيش مشكله، لكن في النهايه انت لازم تكون جد في المرحله كلها، وتاخد المده كلها ماشي بشكل كويس، وهتلاقي نفسك بعدين تمام. والموضوع مش محتاج اراده، الموضوع محتاج مخ وعقل وتركيز، وتعرف الخطر هيجيلك منين، تعرف المشكله هتجيلك منين، تعرف اذا كنت يعني قادر تكمل الطريق ولا لا، باي شكل وباي طريقه. ده محتاجين نعرفه. ففي الاخر من واقع تجارب مئات والاف التجارب مع الحالات، لا انت محتاج ان انت تسترخي وتمشي بالراحه وبنفس هادي وبالعقل. كفايه لحد كده في النقطه دي. النقطه كانت مهمه جدا، اتمنى ان احنا ندركها ونهتم بيها، عشان في باقي الفيديوهات ان شاء الله رب العالمين هنتكلم في باقي الكلام. ما تبقاش ده سؤال او تساؤل في دماغك مش لاقي له اجابه. والحمد لله رب العالمين. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف سلامه.